هو اليوم راهو غرة جوع، وهذا اليوم اللي رجعت فيه النص بتاع الزعيم الحبيب بورقيبة في بقعة. وعلاش عملناه؟ مش شخصا كما يقولوا، لأن يوم غرة جوع هو يوم وحدة قومية وطنية لا مثيل لها في التاريخ. الناس جاوا على ساقيهم وفوق الخيل، وجاوا فوق الجمال، وجاوا فوق البسكليتات، وجاوا أيضا في القوارب تاع الصيد، يعني عمرها ما صار. واحنا نحبوا وأن أيضا تونس اليوم في حاجة إلى وحدة قومية صماء، وحدة وطنية صماء، باش نخرجوا البلاد نتاعنا من الوضع اللي نحن فيه. ثم من ناحية أخرى يعني تعرفوا اللي نهج الحبيب بورقيبة كان قبل نهج جيل فيري، وجيل فيري هذا هو اللي جاب الاستعمار لتونس، وكانت عنده تمثال عالي، وهو هو كان كبير القامة، ومرأة تونسية بالملية تحت ساقيه وهزت له يعني عرف نتاع الزيتون. هذا نحن قلنا هذاك رمز الاستعمار، وبورقيبة رمز الحرية ورمز الاستقلال ورمز الدولة الجديدة. هذا علاش عملنا هذا. ثم اليوم بصفة خاصة اليوم يعني كلامنا مش البكالوريا، اليوم غرة جوع، وهذاك هو بورقيبة اللي عمم التعليم، واللي قال يلزم نستثمروا في المادة الشخمة. هذه هي المادة الشخمة. إن شاء الله العوامل هذه الكل تخلي وأن ننطلقوا من جديد نحو الخروج من الوضع اللي نحن فيه. والناس اللي تحتاج، والناس اللي ضد قالت احنا مانا ديمقراطية، اللي حب يحتج يعني، واللي حب يقول كذا آخر ونحن نقبلوا فيه. يوم برشا يسبوا فينا ضربة، لكن نحن قابلين. مالوش عملنا الديمقراطية باش كل إنسان يعبر على مقصوده، ونحن نعتبروا وأن حرية التعبير هي كسب أساسي من المكاسب اللي حققناها بالثورة. ولهذا إن شاء الله نحن نمشيو قدما، وإن شاء الله التوانسة يلقاو الجامع المشترك بينهم. احنا نقولوا القاسم، احنا نحبوا الجامع المشترك باش يمشيو قدما نحو مزيد من التقدم، مزيد من الرقي، وتونس تعمل دولة القرن 21 باش تلتحق بالدول المتقدمة. وهذا هو شأننا، إن شاء الله ربي يوفقنا باش نمشيو خطوات لا يستهان بها بهذا الطريق. والسلام.